السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حكاوي من أمريكا، ومعاكم محمد. أتمنى أن انتم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. الجو النهاردة جميل زي ما انتم شايفين. خلينا نتفرج كده على الشوبينج سنتر دوت. بصوا عليه، في فيرست واتش، يعتبر من الحتت الكويسة هنا هوت في أتلانتا، ودوت ابارتمنت كومبلكس. بتبقى اباف افريج شويه، يعني شويه هاي اند، يعني حاجه غاليه وبيبقى فيها فاسيلتيز. بقى ان شاء الله نصور حاجه زي كده من جوه، فيها جيم، فيها بول، يعني حمام سباحه كده، وبتبقى غاليه ما بتقلش. يعني مثلا اقل شيء لو بنتكلم في بالنسبه لديت، يعني بتكلم على ديت اللي هي ابارتمنت بيلدينج، ديت اللي بتبقى مبنى سكني فيه شقق من جوه. فبتبقى الأوضة والصالة اللي هي استوديو، يعني أوضة وصالة مش استوديو، أكبر من الاستوديو. ممكن يبتدي ب $1700. الأوضتين أقل شيء ممكن الواحد يدفع باليوتيليتيز اللي هو الغاز والكهرباء وكده $2300. يلا بينا ندخل لسبراوت. احنا النهارده حلقة جديدة من سبراوتس. أنا معرفش أنا قلت ولا لأ في الأول، بس معذرة يعني. يلا بينا ندخل سبراوتس ونشوف بيبيع إيه. دخلنا سبراوتس، يلا بقى نتفرج على سبراوتس ونشوف سبراوتس دوت عبارة عن ايه، وناخد نبذة عنه كده ونعرف ايه قصته. في عندنا هنا كام كاشير؟ 2 4 حوالي 5 أو 6 كاشيرز. اول لما بندخل من اليمين هنلاقي بقى فيه الحاجات الاورجانيك، وحاجات اللي هي المستحضرات العناية بالبشرة، والصابون، ولوشنز، هاند سانيتايزرز، الحاجات اللي فيها كيميكالز. انا هفرجكم على الحاجات يا جماعه. انتوا بصوا كده على الاسعار، انا همشي الكاميرا واديكم نبذه عن سبراوتس. سبراوتس اول فرع يتفتح كان في كاليفورنيا سنه 2002. بيركز اساسا على المنتجات الاورجانيك، اللي هو مينلي بيبيع اغذيه اللي هي حاجات فريش، زي يعني خضار واكل وكده. بيركز على المنتجات العضوية الهاي اند، يعني الزراعة بتاعتها والتربة والحاجات دي كلها. سنة 2025 بصوا على الام سي تي اويل دوت، احفظوه. ام سي تي اويل دوت كويس جدا، يعني هو زيت جوز الهند، وبيقولوا عليه مفيد جدا للقلب وحرق الدهون ولتغذية المخ، يعني يخلي الانسان يفكر بشكل افضل. هم عندهم زيوت هنا طبيعية ممتازة فعلا، عندهم انواع كويسه. الام سي تي اويل عندهم الكاد ليفر دوت، البراند ده كويس. الفيش اويل دوت برضو كويس. فعندهم براندات حلوه. طيب نرجع تاني مرجعنا. هم فتحوا في حد محجب اهوت، مسلمه شكلها يمكن شغاله هنا اهوت. فتح في كاليفورنيا سنه 2002. هو البراند ده اساسا من كاليفورنيا. خلاص. كاليفورنيا بقى بلد التكنولوجي والتك والحاجات، واخدين بالكم؟ يعني اول لما تسمعوا اسم كاليفورنيا لازم يبقى فيها تويست كده او تويك، يعني ليه فيها لعبة. يعني مش هيفتحوا محل عادي هم، خلاص طالما منشأوا كاليفورنيا مش هيفتحوا محل عادي. لازم طبعا يبقى بيهتم بالحاجات العضوية، الحاجات المفيدة للصحة العامة. يعملوا مثلا، بيعملوا هنا هو ورش للطبخ الصحي، تدوير النفايات وتقليلها. خلاص. طيب فاتحين كم فرع بقى دلوقتي؟ يعني هم ابتدوا بفرع واحد سنة 2002، وصلوا سنة 2025 ل 156 فرع في كاليفورنيا لوحدها. هنا في جورجيا عندهم حوالي 17 فرع، وعندهم في تكساس حوالي 60 فرع، وعندهم في فلوريدا مش فاكر كام فرع، بتاع 40 فرع يمكن او حاجه. دوت الابل فينيجر دوت، ده ايه ده؟ الميد انا ما اعرفش ايه البتاع دوت. لا ده بيتش وحاجات عصاير. اوكي. التوتال فروع بتاعتهم في امريكا كلها وصلوا دلوقتي 400 فرع في حوالي 25 او 26 ولايه، يعني مش متذكر الرقم بالظبط، 23 25 ولايه حاجه زي كده. باجمالي مبيعات كام بقى يا جماعه؟ يعني احنا لما نلاقي براند زي ده، وخدوا بالكم سبراوتس ده براند لطيف عادي، يعني
يعني انت لما تمشي في امريكا تلاقي حاجات زي سبراوتس دي كتير. كام بقى حجم المبيعات بتاعته السنويه؟ تقريبا 4.5 مليار دولار. 4.5 مليار دولار. تمام. انتوا حتى المنتجات اللي انتوا هتشوفوها هتلاقوها منتجات مختلفة، يعني مش التعبئة بتاعتها كلها مختلفة. الكواليتي طبعا بريميوم كواليتي، يعني بريميوم كواليتي. وهنا بقى في سبراوتس احنا ما بنبصش على سعر. يعني انت بقى لو فاكر ان انت هتيجي تجيب حاجة من هنا من سبراوتس رخيصة، ديفنتلي بيعملوا اوفرز يعني زيه زي اي محل، لكن ده مش الهدف بتاعه ان هو يعمل حاجات رخيصة. لا، الهدف بتاعه ان هو يقدم لك بريميوم كواليتي، يعني يقدم لك حاجات صحية نظيفة عالية القيمة الغذائية. اهو هو اساسا مسمي نفسه الفارمرز ماركت، يعني ايه؟ سوق الخضار. علشان الخضروات والحاجات اللي عنده نروح نتفرج عليها دلوقتي. اهو يعني معظم الحاجات يا جماعة هتلاقوها هاي اند بريميوم. وبعدين كاتب لك بقى اورجانيك، يعني اورجانيك كتير. اورجانيك دارك براون شوجر. ماشي يا باشا. امريكا يا جماعه في ناس بتعمل فيها فلوس مليونز وبليونز. انا مش هتكلم على بقى المليارات، لكن خلينا نتكلم في الملايين. الملايين عادي طبعا. انا ما بتكلمش على جنسيتهم ايه، ولكن ديفنتلي امريكان، يعني بتبقى معظمهم اكتر بيعملوا ملايين. اوكي. فالناس اللي بتعمل الملايين ديت عايزه كمان يعني لا بيركبوا احسن عربيات ويسكنوا في احسن اماكن، يخرجوا في احسن اماكن، اي حاجه يشتروا اغلى الحاجه. يعني ما يعني هو دايما يعني حتى لو الحاجه ممكن تكون في حاجه ارخص شويه احسن في الجوده، هو ملوش دعوه، هو يشتري اغلى حاجه. يعني ما بيشتريش غير اغلى حاجه. طيب خلينا نبص على حتى السالمون والتونه والحاجات كلها اورجانيك، كله اورجانيك زي ما انتم شايفين كده، كاتب اورجانيك اورجانيك اورجانيك. والبراندات اللي عنده من الواضح ان هو ايه هاي اند برودكتس، مش موجوده في كل المحلات. يعني انتوا مشاهدين القناه يعني اللي ما شافوش وولمارت، احنا عملنا في وولمارت وعملنا في كروجرز. كروجر ده بقى ايه؟ يعني الحاجات الشعبيه. كروجر ده اللي انت تروح تتبضع منه وتجيب حاجات معقوله جدا وكويسه، مش وحشه وسعرها كويس. ده ابل سايدر فينيجر، ده تحفه. بصوا انا هحكي لكم قصه عن الابل سايدر فينيجر ده. خلاص بصوا، ده انا كنت بشتريه من محل اسمه فود لاين. طبعا دوت خل عضوي طبيعي، بيبقى معكر، كل لما يبقى معكر كل ما يكون كويس. خلاص، مفيد جدا. بيقلل نسبة السكر في الدم وبيقلل الدهون، يعني حاجة مفيدة جدا يعني. والرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الإدام الخل، صح ولا لا؟ طيب، فده كان بيتعمل في الفود لاين. هم عاملين براند بتاعهم اسمه براند الفود لاين. كانوا بيعملوه بحوالي $3. اوكي، بيعبوه ليهم باسمهم يعني، وكان ممتاز جدا جدا جدا. اختفى مرة واحدة، ولقيت شركة تانية طالعة بيه ب$5 و$6، وهنا دوت ب$5 و$6 و$7 و$8. وخدوا بالكم الخل العضوي ده مفيش منه انواع، يعني هو كل ما يكون نسبة العضوية اللي فيه او اللي هي المذر، اسمها مذر، الام دي اللي هي العكارة اللي فيها عالية، كل ما يبقى ايه، كل ما يبقى كويس جدا ومفيد، لان بيزود البروبايوريك. البروبايوريك اللي هي اسمها ايه بقى البروبايوريك ديت؟ اسمها البروبايوريك، بيزود البكتيريا الجيدة. البكتيريا الجيدة دي يا جماعة مفيدة جدا، ان هي بتنظف لكم جسمكم وبتنظف الامعاء وبتساعد في الهضم، تلاقي معدتك مرتاحة وداخل التويليت كويس وكده يعني. بصوا اللبن بقى اورجانيك هول ميلك $7.50. تمام، يعني انت نادر لما هتلاقي السعر ده. وبص ده كمان اورجانيك فالي بأولموست $10. اللي تحت ده ب$9، $9.50، يعني بالتاكسس بكده ب$10. $10 جالون ميلك. فدوت ان دلك على شيء يعني يعرفك ان القصه اللي هنا ايه، مش اي حاجه. السبايسز كلها بقى تمام، يعني سبايسز اللي هي التوابل ما بين $10
وفي حاجات ب$5، ما عندهمش اقل من $5. خلاص $5 دي يعني كام؟ عندنا في مصر ال 250 جنيه. احنا عندنا فروع جيده جدا في مصر تقدم الحاجات ديت بكواليتي عاليه جدا وارخص من كده بكتير طبعا في بلادنا يعني. طبعا اكيد في الجزائر، المغرب، تونس، بلادنا العربيه الثانيه رخيصه برضو. يعني ممكن تكون دول الخليج هي اللي اغلى شويه. طيب في ايه كمان عايزين نتكلم على سبراوتس. انا قلت لكم ان هم بيعملوا ورش طبخ صحي. شوف بقى الدماغ وشوف التفكير، وبعدين شوف الديزاين. يعني شوف الشيلفز معموله ازاي. بصوا على الديكور يا جماعه، بصوا على السقف اهو، هانجر كبير، الاضاءات بتاعته عامله ازاي. يعني خدوا بالكم الحاجات ديت الناس اللي بيشتغلوا في الريتيل، ان انا كنت شغال في الريتيل، يعني ماسك سلسله متاجر زي كده. فالناس اللي بيشتغلوا كنا بنتعلم من الحاجات ديت. يعني شوف الباليتس اللي محطوطه في النص وعليها السعر والتنظيم والشياكه، يعني حاجات على اعلى مستوى. طبعا بقى يعني الناس كلها خاصه الحاجات الغذائيه والملوثه بالمبيدات، فالناس بتبقى يعني بتجري على اي حاجه اورجانيك تبقى حاجه صحيه اتليست ومش ملوثه بمبيدات كتير. يعني هنا بيقولوا اورجانيك مفيش فيها مبيدات خالص، ولو اني اشك، لان لما ما يبقاش فيها مبيدات خالص يا جماعه بتبقى يعني بيبقى فيها امراض يعني. ولكن هم هنا ممكن يكونوا واصلين لحاجه متقدمه. هي كاليفورنيا طبعا معروفه في الزراعه، كاليفورنيا رائعه في الزراعه وخاصه زراعات العنب كمان. بصوا الطماطم لا ممكن تكون اورجانيك شويه، لان يعني الحاجات اللي زي كده اللي فيها ديت، الحاجات اللي زي كده يعني يعني ممكن تديها الاورجانيك. لكن لما بتبقى الحاجه مثاليه زياده عن اللزوم الواحد يشك ان هي تكون اورجانيك يعني. لكن غير كده بتبقى كويسه. طيب ده الطماطم. بصوا تعالى افرجكم على البتاعه دي هتعجبكم. بصوا الميه بتنزل ازاي عليها علشان تخلي الحاجه فريش. كارتس، البيبي كارتس ده حلو قوي ب$2. كل اللي انتم ممكن تتخيلوه في الخضار طبعا كله هتلاقوه موجود، وايه متنقي بالوحده يا باشا. تيجي كده تتمشى وتعمل الشوبينج، تشتري الحاجات بتاعتك، تبقى 100. طيب ماشي. السالاريز بقى، احنا عايزين نتكلم على السالاريز والقصص ديت في امريكا، لان طبعا خدوا بالكم يا جماعه الحاجات دي مش لاي حد. يعني ده حد دخله مينيمم، المينيمم احنا بنتكلم في $10,000. $10,000 كمان ممكن ما يقدرش يجي هنا يعني وانت طالع، يعني ما يقدرش، ممكن يتسوق مره مرتين بس ما يبقاش زبون يعني. بصوا الرز بانواعه، ده الرز البسمتي الباوند ب$3.50، وفي باوند ب$4. في امريكان وايت جاسمين ده مش زي البسمتي احسن. سبراوتس في كاليفورنيا انا دخلت سبراوتس كان اكبر من كده وافخم وعنده حاجات اكتر وعامل سيكشن للاكل كمان، يعني بيطبخ للناس. بصوا يا جماعه اللوز ده لوز مقطع، لوز عادي، جميع انواع اللوز، والاسعار اهي زي ما انتم شايفينها. وقفوا الصوره واتفرجوا على الاسعار واتفرجوا على المنتجات. طبعا يعني انت ممكن تاكل منها على طول يعني زي الفل الحقيقه. يعني الحاجات المجففه، المانجو والفروتس والبنانا هي باسعارها. اوكي نكمل الجوله، مش عايز اطول عليكم. لو وصلتوا لغايه هنا طبعا ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه، ولازم تخلي لكم ورد كل يوم. يعني مش معقول هنقعد نتكلم، لازم نتكلم في حاجه في الدين كمان، ربنا يبارك لنا يعني في وقتنا. على الاقل نذكر ربنا في الحلقه يعني. يا جماعه خلي ليكم ورد، يعني حتى وانتوا داخلين البيت عندكم اتليست 3 مرات تقروا سوره الاخلاص،
قل هو الله احد تقولوها 3 مرات تنفي عن بيوتكم الفقر. يا جماعه ما يعديش عليكم يوم غير لما تكرروا 10 مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، خاصه بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب. يعني الحاجات دي لازم تحافظوا عليها، لازم تكون في الاوراد، سواء كنتم شباب صغير بيتفرج علينا او كنتم شباب كبيره. اتعودوا عليها وحافظوا عليها يا جماعه، لان في الاخر يعني احنا محاسبين على كل حاجه يعني. طيب بصوا العيش بانواعه واشكاله عامله ازاي، وبصوا الحته الدراي اللي عاملينها للعيش. وبعدين بقى عيش بكل الحاجات، يعني عيش بالحبوب، الحبوب الكامله، بالشوفان، عيش ويت، عيش وايت، كله اللي نفسك فيه. المحل ده لازم يبقى غالي، لان طبعا حجم المبيعات بتاعته اكيد يعني هو بيبيع كويس قوي ب4 مليار ونص، ولكن مش زي كروجر ومش زي اسمه ايه مثلا. شفتوا تارجت يا جماعه بيبيع بكام؟ الحلقه بتاعت تارجت بيبيع ب101 مليار دولار. انتوا متخيلين يعني ايه 101 مليار دولار؟ يعني مصر مديونه ب180 مليار، ده في طول عمرها من ساعه لما ربنا خلقها مصر. احنا وصلنا لغايه اللحظه دي مديونين بحوالي 180 مليار، ممكن يكون اكتر شويه. بلد كامله فيها 100 مليون نسمه مديونه ب180 مليار، ده بقى محل واحد بيبيع ب100 مليار. تخيل انت بقى، يعني تخيلوا انتوا، دي حاجات معموله. وفي طبعا مصر من اكتر الدول العربيه فيها ديون، يعني انتوا هتلاقوا دول تانية مديونه باقل من كده. فيعني انتوا تجيبوا الناس بتوع تارجت دول، قولوا لهم يلا تعالوا امسكوا الاقتصاد، هيخلي لكم البلد تعمل 20 ضعف. احنا مش هندخل من المنطقه دي، وانتوا عارفين ليه. نبعد عن الازايز دي، تعالى نبص عليها. اشتراك في القناة وصلوا على رسول الله، اتليست تصلوا على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام 10 مرات وانتوا كده بتتفرجوا. لازم تصلوا عليه. طيب تقريبا احنا لفينا سبراوتس كله. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالحلقة، وان شاء الله يكون لنا حلقات تانية من سلاسل متنوعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسوش الاشتراك والجرس والحركات اللي انتوا عارفينها كلها.